فقدت الساحة الإعلامية اليوم الأحد أبرز أصواتها الصحفي جميل الدخلاوي الذي توفى عن عمر نازح 74 عاما بعد صراع طويل مع المرض. وجميل الدخلاوي هو صحفي متقاعد وابن مؤسسة التلفزة التونسية، ترك بصمة في مجال التقارير الوثائقية. وقد نعت التلفزة التونسية الراحل مشيدا بمساهمات متميزة في المجال الإعلامي. وكانت مسيرة الراحل جميل الدخلاوي في مختلف مراحلها مشرفة على نحو جعله يحصد العديد من الجوائز والشهادات التقديرية في المهرجانات المحلية والعربية. انتمى منذ دخوله مؤسسة الإذاعة والتلفزة التونسية لأسرة شريط الأنباء في مطلع الثمانينات، حيث عمل محررا ومعدا ومقدما للصفحات الخاصة وتحقيقات التلفزة، وبالتوازي مع ذلك أنتج العديد من البرامج التلفزة وساهم في الكثير من المنوعات. وقد نالت إنتاجاته على مر العقود استحسان المشاهدين وإعجابهم، حيث كان له أسلوب مميز في تناول المواضيع وتقديمها، مما أكسبه طابعا خاصا ينفرد به عن باقي زملائه الإعلاميين. ولحد هنا نكون وصلنا لنهاية الفيديو. متنساش تشترك على زر الجرس وتعمل لايك للفيديو ليصلك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.